خليني في البداية أقولك معلومة. حوالي 15% بس من الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده هيكملوا للنهاية. وده غريب شوية بصراحة، لأن الناس اللي هتقفل الفيديو دول هم أكتر ناس محتاجة للنصيحة اللي هقولها هنا، واللي دخلوا الفيديو مخصوص علشانها. لو أنا كنت زي صناع المحتوى اللي بيعملوا فيديوهات بعنوان 5 طرق سحرية علشان تبطل سكرولينج، كنت هخلي فيديو سريع فيه إيقاع ومليان إفكتس ومليان إيديت علشان يحافظ على انتباهك وتركيزك. كنت هتخرج منه متحفز، بس للأسف ما كنتش هتوقف تصفح عشوائي للسوشيال ميديا. بالعكس، إدمانك لوسائل التواصل الاجتماعي هتكون أعمق، لأنك هتدور بعد كده على فيديو تاني زي ده ويحسسك بنفس الحافز السريع. طيب، هو ليه السكرولينج والتصفح المستمر للمحتوى بيعتبر مشكلة أصلا؟ احنا عارفين إن التصفح العشوائي واللانهائي ده بيدمر حاجتين مهمين في حياتنا، هما التركيز وما يترتب عليه وهي الإنتاجية. خلينا نتكلم الأول عن التركيز. قدرتنا على التركيز بقت شبه معدومة. الكتب بقت مملة، الشغل بقى صعب، وأي حاجة محتاجة صبر أو مجهود بنهرب منها. أتحداك لو تقدر تقرأ صفحة واحدة كاملة من أي كتاب بدون ما تسرح أو تفقد تركيزك. وأنا مش بلومك ولا أقصد إني أقلل منك، بس دي مشكلة بيعاني منها الجيل الجديد كله بسبب طبيعة المحتوى اللي بقى موجود في كل حتة. ريلز، شورتس، تيك توك، كل كام ثانية بيقابلك فيديو بيديك شوية دوبامين ويخلص وتشوف اللي بعده. المشكلة إن الوصول للفيديو اللي بعده ده مش صعب أبدا، بالعكس سهل جدا وبمجرد إنك تحرك صباعك. ودي حاجة استهدفتها وركزت عليها الشركات الكبيرة زي تيك توك وميتا ويوتيوب، علشان يسرقوا تركيزك ويخلوك تقضي أكبر وقت ممكن على منصاتهم علشان يكسبوا منك مليارات الدولارات مقابل عرض إعلانات الشركات قدامك بين كل ريل والتاني. المشكلة التانية اللي بيسببها التصفح العشوائي واللانهائي ده هي فقدان الإنتاجية. كل ما بنسكرول بيقل وقتنا اللي ممكن نعمل فيه حاجة مهمة، سواء نذاكر، نشتغل، أو حتى نتفاعل مع الناس اللي حوالينا ونهتم بعلاقاتنا في العالم الحقيقي. ومع الوقت بنلاقي نفسنا في لوب، دائرة مفرغة ملهاش نهاية، بنستهلك فيها المحتوى بشكل عشوائي بدون أي هدف واضح. والعقل بيتعود على الانتقال السريع بين المواضيع من غير ما يدي فرصة ولا للفهم العميق أو التركيز أو حتى التفكير المنظم. الأخطر كمان إن ده بيأثر على نفسيتنا. بنبدأ نحس بالإحباط أو التوتر لما نحس إننا ما أنجزناش حاجة حقيقية، وكل ده بيعمل ضغط نفسي إضافي علينا. هتقولي طيب تمام، أنا عارف كل ده وعايشه بالفعل، إيه الحل؟ هقولك إن الحل مش معقد لكنه مش سهل، بسيط وواضح لكنه بيتطلب مجهود. وهختصر عليك وأقولك إن التركيز هو عضلة محتاجة تدريب. عايزك تفكر في تركيزك كأنه عضلة في جسمك، زي ما بتروح الجيم علشان تقوي عضلاتك. ده لو انت بتروح الجيم يعني، واتمنى انك بتعمل كده. انت برضو محتاج انك تروح الجيم العقلي، خلينا نقول، علشان تقوي تركيزك. كل مرة بتتمرن بتقوي عضلة التركيز بتاعتك. طيب السؤال هنا، ازاي امرن تركيزي؟ ازاي امرن عقلي؟ الإجابة هي التأمل. من سنة كنت فاكر إن التأمل حاجة غريبة بيعملها الرهبان في أعالي جبال التبت، أو الناس اللي بتحب اليوجا في مدينتي وبافرلي هيلز وما عندهمش مشاكل حياتية من اللي بتقابل الناس العادية اللي زيي، الناس اللي في مستوى الطبقة المتوسطة. لكن التأمل والمديتيشن مش رفاهية، بالعكس، كل ما حياتك كانت أصعب وملخبطة أكتر، كل ما احتياجك لممارسة تمارين عقلية ونفسية وروحية زي التأمل زادت. أنا نفسي لما جربته لقيت فرق كبير. في الأول أنا بدأت ب3 دقايق كل يوم، والموضوع كان صعب جدا. دماغي بتسرح وفي أفكار بتجيلي بشكل عشوائي، كنتش عارف أركز أو إن أنا أدي نفسي 3 دقايق أمل فيهم بدون ما أمسك الموبايل أو ألعب في حاجة. الموضوع كان صعب جدا، لكن بالممارسة طبعا قدرت إن أنا أتأمل لمدة 3 دقايق في الأول، وبعد كده زودتهم وخليتهم 5 دقايق،
وبعدين 10 دقايق، دلوقتي بقيت باقعد 15 دقيقة، ربع ساعة كاملة يوميًا بدون أي موسيقى أو أي مشتتات. طيب إيه النتيجة؟ هل كان في مردود على ممارستي لعادة التأمل أو الmeditation اللي أنا باعملها دي؟ الحقيقة إن النتيجة كانت إني قدرت أركّز أكتر في شغلي وفي الحاجات اللي أنا باشتغل عليها وباعملها. بقيت أقدر أقعد أذاكر أو أشتغل على مشاريعي لفترات طويلة جدًا بحاجة اكتشفت فيما بعد إنها اسمها الflow state، ممكن نتكلم عليها بعدين. خلّيني أقول لك إن أنا عندي قناة تانية بانشر عليها محتوى آخر ما باظهرش فيها، مش بصوتي. بسبب قدرتي على الشغل في إنتاج المحتوى على القناة دي بالساعات كل يوم، حققت نجاح كبير عليها، وفي خلال شهرين ونُص أو 3 شهور من بدايتها حققت أول $1000 من عليها، ودي حاجة كنت مستحيل إني أعملها لو ما باعرفش أركّز على وضع خطط والشغل اللي محتاج أنجزه علشان أوصل للأهداف اللي أنا حطيت الخطط دي علشانها. بقى عندي تحكُّم أكتر في وقتي، وبالتالي يومي كان منظَّم أكتر، وبالتالي إنتاجيتي زادت وتضاعفت، يعني عايز أقول أضعاف المرات. فبدون ما تفترض أي أحكام مسبقة عن الموضوع ده، خلّيني أشرحه لك من وجهة نظري بشكل بسيط. ببساطة، التأمل هو إنك تقعد في مكان هادي تمامًا وتركّز على حاجة واحدة بس، تنفُّسك. مفيش موبايل، مفيش موسيقى، مفيش أي مشتتات. التأمل مهم ومفيد لأنه تمرين مباشر لعقلك. كل دقيقة بتقعدها في التأمل هي تمرينة عُقلة لمركز الانتباه في دماغك. خلّيني أعمل معاك تحدي، والتحدي ده هيساعدك تتخلّص من إدمانك على السوشيال ميديا واستهلاك المحتوى السريع بشكل عشوائي لا نهائي غير منظَّم. عايزك أول ما تصحى الصبح كل يوم تقعد 3 دقايق بالضبط بس من غير ما تمسك الموبايل. طبعًا متعوّد إنك أول ما تصحى من النوم تمسك الموبايل، تشوف الإشعارات، تشوف الرسايل، تشوف لو جالك حاجة، تشوف إيه الجديد، وتقعد نُص ساعة أو ساعة على الموبايل بتفِر كده بدون أي هدف، وبعد كده تقوم تشوف يومك. أنا عايزك بقى في التحدي ده إنك أول ما تصحى الصبح هتقعد 3 دقايق من غير ما تمسك موبايلك زي ما أنت متعوّد، اتنفِّس لمدة 3 دقايق وركِّز على نَفَسك. وبعد ما تخلّص التنفُّس، امسك الموبايل براحتك. خلّي الوصول للموبايل هي جايزة لالتزامك بعادة التنفُّس البسيطة دي، اللي لو استمرّيت عليها هتلاقي إنك عندك تحكُّم أكبر مش في تنفُّسك بس، لكن في طريقة تفكيرك وفي التحكُّم بنَفْسك ومقاومة كل المشتتات اللي حواليك، مش بس الموبايل، مش بس الreels، مش بس الفيديوهات القصيرة. الموضوع أكبر من كده بكتير. أنا عايزك أثناء التنفُّس تركّز على تنفُّسك وبس. لو دماغك سرحت بأي شكل من الأشكال بقى، لو جات لك فكرة عشوائية، اعتبر إن الفكرة اللي جات لك دي هي عبارة عن سحابة معدية، وعقلك هو السما نفسها. ما تتمسكش بالأفكار أوي، ارجع ببساطة، اتنفِّس وركِّز على نَفَسك وخلّي الفكرة تمشي. let go. اتعلّم فن التخلّي عن أي حاجة مش مفيدة، أي حاجة تيجي لك من برّه. خليك أنت دايمًا المسيطر على إحساسك وأفكارك، وده مهم جدًا. تركيز على التنفُّس بتاعك كل يوم لمدة 3 دقايق في البداية هي أول خطوة علشان تستعيد تركيزك وإنتاجيتك وحياتك كلّها. بُص، عايز أقول لك على حاجة، أنت فتحت الفيديو ده لإنّك عايز تبطّل scrolling وتصفُّح عشوائي واستهلاك للمحتوى بدون هدف. أنت دخلت الفيديو ده علشان عايز تستعيد تركيزك وقدرتك على التحكُّم في نَفْسك وتستعيد حياتك تاني. فأنا عايزك تكون صادق مع نَفْسك وتكمّل الطريق للآخِر. ابدأ بعادة التأمُّل دي لمدة 3 دقايق يوميًا. قاوم الأفكار اللي هتقول لك إن الموضوع مُمِل أو مش هينفع أو إنه موضوع بسيط زي ده مش هيبقى ليه نتايج كبيرة. صدّقني لو بدأت النهارده، بعد أسبوع واحد بس هتشوف الفرق بنَفْسك. هتلاقي نَفْسك قادر إنّك تركّز على أفكارك أكتر، واخد بالك وواعي للحاجات اللي بتستهلك تركيزك أكتر. فإيه رأيك تبدأ النهارده وتاخد خطوة صغيرة علشان حياتك تكون أكتر إنتاجية وأكتر وعي وأكتر تحكُّم في الذات؟ خُد القرار وأنا واثق إنك هتقدر تعملها
طالما أنت مكمّل الفيديو ده لحد دلوقتي، فده معناه إنّك عندك الأساسات اللي تبني عليها شخص واعي، ناضج، قادر على التحكُّم في أفكاره، في مشاعره، في ردود أفعاله، وقادر على التحكُّم في نَفْسه بعيد عن أي مشتتات حواليه بتحاول تسحبه، مهما كانت المشتتات دي. مش عايز أطوّل الفيديو أكتر من كده، كل اللي عايز أقوله إنّك قادر تعمل كده. أشوفك الفيديو اللي جاي.